شكون فيكم مازال يشفى على هذه الحلوى نتاع زمان اللي هي حلوة القرنونة، اللي راهي عندها أكثر من 30 سنة هذه الحلوى. اليوم حبيت نفكركم فيها. تجي بزاف طرية معسلة حتى للقلب، صدقوني تجي أحسن من كعك النقاش، تجي بزاف بنينة طرية ومعسلة الله يبارك، وتمد واحد الطاقة خاصة ولادنا راهم في فترة الاختبارات. تقدروا ديروها لوليداتكم، فيها الغرس، فيها الجلجلة، فيها الكاوكاو، فيها العسل، فيها واش حبيتوا. يعني بزاف تمد لهم الطاقة. هذه الحلوى رائعة جدا، وصدقوني الحلويات التقليدية تبقى هي يعني أحسن الحلويات. يعني خطيكم من هذاك البريستيج اللي راهو يدور وروحوا معايا نديروا هذه الحلوى الرائعة جدا اللي تجي بزاف بنينة وبزاف طرية ومعسلة، واللي ذوقها يهبل عليها. وصفة رائعة جدا تاع الزمن الجميل. إذا أول مرة تشوفوا الفيديو ديروا لي هذيك الجام، اشتركوا لي في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله. هنا عندي في الطاس نتاع الميكسور جبت 250 مليلتر خليط بين زيت وزبده، يعني درت 125 مليلتر زيت، 125 مليلتر زبده، وتقدري تزودي شويه منا ولا منا كيف كيف. 125 مليلتر نتاع الحليب، نصف ملعقه ولا ربع ملعقه نتاع الملح، مع رشه ولا رشه لافاني ولا سائله كما درت انايا، يعني كما تحبوا النكهه ترجع لكم. هنا نميكسيه مليح. هنا البنات اللي حبت دير مغرفه تاع السكر ديرها، ولكن انا راح يتعسل وفيه الغرس ما حبيتش ندير له مغرفه تاع السكر هنا في السائل هذا. هنايا طلعته كيما نطلع المايونيز حتى نتحصل على خليط كيما راكم تشوفوا ثقيل نوعا ما. فرغته هنايا في الغيسيبيو، يعني ما فيه لا خميره لا بيض هنا. وبديت نضيف في الفارينه غير بالعقل، نضيف الفارينه ونطم، يعني حتى نتحصل على القوام اللي راني حابه نوصل ليه. انا ما عنديش كميه محدده نتاع الفارينه كما راكم تشوفوا، انا راني نضيف ونطم بيدي، يعني ما نعجنش غير نطم فقط. وهذه العجينه تجي ما شاء الله يا البنات كما قلت لكم، تجي مبسه وتذوب يعني في اليد قبل الفم، رائعه جدا. نطم هنا ونتستي العجينه نتاعي. هنا لقيتها مازالت شويه طريه، يعني الحليب هنا درتو شويه دافي، مع المارغرين اللي ذوبتها ثاني شويه دافيه، يعني هنايا الحاله راهي دافيه. كي تخلوها تبرد راح تنشف معانا. هنا شوفوا كي تستيتها لقيتها يعني ما تشققش معايا. نديرها في كيس بلاستيكي وخليتها في الثلاجة ترتاح، يعني تقدروا تخلوها ساعة ساعتين في الثلاجة حتى ترتاح مليح العجينة نتاعكم، ومن بعد نجو نخدموها. قبل هذا نديروا الغرس نتاعنا. الغرس انا عندي هنايا في هذه الكمية اللي درتها عندي 270 غرام، يعني هذا واش عندي وجاني سوا سوا. 270 غرام عندي ولا 75 غرام تاع الغرس، تقدروا ديروا 300 غرام، مع 4 مغارف نتاع الكاوكاو محمص مليح ومطحون، مع ملعقة ولا زوج نتاع المارغرين اللي كنت ذوبتها استعملتها في العجينة درتها هنا معاهم. حبيت دير الجلجلة دير، اللي حبت دير القرفة دير، يعني هنا النكهة تبقى ليك. ودرت هنايا مغرفة تاع مزهر طريت بها هذا الغرس نتاعي. هنايا هذه تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، ولكن من الأحسن هكذا باش يجوكم كامل كيف كيف. وزنت الغرس وقسمته على 4، وزنت العجينة وقسمتها على 4، يعني واش لقيتو قسموه على الكويرات اللي راكو حابينهم 4 5، يعني نتوما وما حبيتوا. أنا وزنت على 4. هنايا جبت الكويرة الأولى رايحة نديرها الحربوش الأول، ومن بعد نكمل الآخرين بنفس الطريقة. هنايا إلا جاتكم شوية طرية ولا لصقت لكم ديروا باش ما تلصق لكمش، ديروا الفارينة، يعني رشات برك نتاع الفارينة ما تخافوهاش. ومن بعد بداو تحلوا فيها بالحلال كما راكم تشوفوا. رشوا شوية تاع الفارينة باش ما تلصق لكمش في الحلال. من بعد هنا ساووا شوية الأطراف نتاع العجينة نتاعكم، ولازم تكون رقيقة كما راكم تشوفوا حوالي 1 مليمتر فقط، يعني كما راكم تشوفوا سطح العمل راهو يبان. هنا روليت هذاك الغرس نتاعي وحطيته على الطول نتاع روليته على الطول نتاع العجينة. وكما راكم تشوفوا هنايا بديت نرولي فيه. هنا البنات الا شفتوها ولا خفتوها يتربى لكم الهواء لداخل وتجيكم يعني يدخل لكم الهواء بالعجينه، ديروا بياض البيض باش تلصق لكم مليح، يعني تقدروا تدهنوا دهنه خفيفه بياض البيض هكذا تضمنوا بلي العجينه تلصق لكم. هنا انا ما درتش بياض البيض. هنايا قسمت العجينه على 3 هذا بشكل متساوي باش يجوني الحبات متساويين وقد بعضهم. من بعد نزيد نعاود نسرح العجينه نتاعي.
كيما راكم تشوفوا إلى هذا الحرابش متساويين، يعني نرويها حتى نلحق لهذاك الطول. من بعد هنا البنات هذه العملية للمبتدئات، يعني ديري 1 سنتيم ولا صباعك فقط، وتقدري ديري هكذا بالسكين تعلمي 1 سنتيم، وتقدري ديري صباعك وتقطعي مباشرة يعني كيما تحبي. أنا هذه وريتها لكم يعني باش يجوكم كامل كيف كيف ويجوكم سهلين، يعني تقطعوا التقطيعات هذوك 1 سنتيمتر اللي علمتوها. من بعد كي تقطعوا بالمقص مشي حتى لتحت، يعني غير شوية برك شوية من الغرس والعجينة اللي تكون من الفوق بهذه الطريقة. من بعد تحكموا الحبة تاعكم وتريوليوها بهذه الطريقة، يعني من بعد تفتح وحدها وتجي على شكل قرنونة بهذه الطريقة، يعني لهذه سموها حلوة القرنونة، يعني وتجي بزاف بزاف رائعة. روليوها بهذه الطريقة غير بالعقل برك وهي تتفتح، يعني تفتحوا هذوك اللي قطعناهم بالمقص يولوا بهذا الشكل، ونحطوهم في الصينية. يعني نكمل كامل الكمية ولا بهذه الطريقة، يعني كامل أنا هنايا درت هذه الحرب الكويرة الأولى درت لي 3 حبات، والباقي كامل كيف كيف، يعني نكمل بهم السنيوة. هذه آخر حبة قطعتها هنايا وراني نرولي فيها ونحطها في الصينية. من بعد كي نكملوهم يعني نضغطوا شوية ضغطة خفيفة. وهنايا البنات كي تكونوا تروليو فيهم تقدروا ديروا كذلك بياض البيض في هذاك الحربوش تاعكم وتروليها باش يلصقوا باش تضمنوا ما يتفتحوا لكمش. يعني انا ما درتش بياض البيض. هنايا الفرن تاعي راهو يسخن، حطيتهم في الرف الفوقاني كامل وشعلت لهم من التحت بعد ما سخنت الفرن مليح. من بعد كي طابوا لي من التحت وشتهم بلي طابوا مليح هبطتهم للتحت شعلت لهم من الفوق، يعني داو لي هذه التحميره الخفيفه. وهنا كنت وجدت العسل تاعي راهو بارد، وحطيت فيه الحلوى نتاعي سخونه عسلتها. وحذروا يعني غير بالعقل برك، يعني راهي تتفتت، يعني غير بالعقل برك تحطوا الحبه وترفدوها هكذا باش تضمنوا ما تتفتتش معكم الحبه تاعكم. على هذا قلت لكم ديروا بيض البيض احسن. وهنا انا كي درت هذه الحبه شوفوا حبيت نوريها لكم، يعني ماشي نوري لكم غير المليح. شوفوا هنا هذيك حطيتها في العسل كان سخن ديجا قبل كي درت في هذوك الحبات العسل كي سخن، وبقات هي يعني قبل الاخيره تفتت لي وحدها، يعني ما شاء الله جايه تذوب ذوبان. وهذا هو الشكل تاعها النهائي، حلوة القرنونة نتاع زمان الرائعة جدا ما شاء الله، وبنتها تهبل. جربوها لوليداتكم، راهم كما قلت لكم في فترة اختبارات ومليحة بزاف، خاصة كي فيها الغرس الجلجلان، رشيتها بشوية تاع الجلجلان وفيها الكاوكاو، يعني راهي فيها طاقة تمدلهم طاقة. شوفوا كي نقسمها كيفاش الله يبارك ما شاء الله طرية وتذوب وحدها، تاكلوها بنتها خرافية. صدقوني الحلويات التقليدية نتاوعنا مكاش ما خير منهم، يعني خير من هذاك الشوكولا والبريستيج والشباحات هذوك والألوان هذوك، غير مواد يعني مسرطنة، ما عندي ما نقول لكم. هذو أحسن، يعني يمدوا طاقة وفيهم وعليهم، يعني تقدروا تقولوا ماشي صحيين ولكن فيهم حوايج مفيدة كما الغرس والجلجلان والكاوكاو، يعني من أروع ما يكون. وهذا هو شوفوا كيفاش راهي نضغط عليها تتفتت ما شاء الله. يعني جربوها البنات، واللي جربت أي وصفة من الوصفات ترجع لي التعليقات وتقول لي كيفاش جاتها الوصفة. ووصفاتي كامل ناجحة ما شاء الله، واللي جربت وصفة أي وصفة راهم يجربوها يقولوا لي باللي نجحوا فيها. نشكركم جميعا على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.